الفترة اللي فاتت دي طلع اختراعات ووصفات كتير نستخدم فيها المانجا، بس عاوزة اقول لكم حاجة. تفضل الكنافة بالمانجا هي اجمل واعظم الاختراعات دي. تعال اقولك على كل اسرارها ازاي تعمليها بطعم وشكل ينافس اشهر محلات الحلواني وبكل سهولة في البيت. يلا بقى نصلي الرسول في الاول قبل ما نبتدي مع بعض. اول حاجه بتجيبي الكنافه وتدخليها على الفريزر ليله، وتاني يوم على طول تشتغلي فيها وهي متجمده. ابداي كسريها بصوابعك هتتكسر معاكي بكل سهوله، وممكن على فكره تستخدمي الكبه، بس والله يا جماعه هي مش محتاجه. طالما متجمده هتبدا تتكسر معاكي، مش هتاخد وقت ابدا. انا استخدمت حوالي 300 جرام من الكنافه، يعني ربع كيلو وزياده، حاجه بسيطه. بعد كده جبت نص كوبايه من السمنه، نزلت بالكميه كلها في طاسه كبيره او صينيه، سخنت السمنه ونزلت بالكنافه عليها. خلي بس النار تكون هاديه مش عاليه لانها بتحروق وبتاخد لون بسرعه، ولازم تكون ايدك فيها بصوره مستمره، يعني ما تسيبهاش وتروحي هنا ولا هنا. شربي بقى الكنافه من السمنه وسيبيها بقى لحد لما تاخد اللون الذهبي الجميل الموحد مع التقليب المستمر. ممكن تخلطي الكنافه مع السمنه في الاول وتفرديها في صينيه لو حابه تستخدمي الشوايه وتدخليها على طول على الفرن، بس لازم تتابعيها عشان بس تاخد لون موحد زي ما هتشوفوا كده. بس انا عن نفسي بفضل البوتاجاز من فوق لاني بتحكم اكتر، وطبعا اليومين دول الجو حر بزياده، مش محتاجه فرن وغلبه. الطريقه دي اسهل كتير ومش بتاخد وقت ابدا. خدت اللون الجميل، شايفين؟ ما نغمقش عن كده عشان طعمها يكون حلو. شعره بسيطه خالص بقى من الفانيليا، على فكره انا قفلت عليها، ومعلقتين كبار من السكر البودر، ونخلط كده كله مع بعض وهي سخنه. اهم حاجه لازم تكون الكنافه طازه، يعني ما نبوظت كل اللي احنا بنعمله على حاجه بسيطه عشان بتفرق جدا في الطعم. مش بقالها بقى سنه في الفريزر او من رمضان اللي فات، لا هي متوفره في كل حته. خلاص السكر داب فيها، سيبها بقى تبرد. نزلت بكوبايه من الكريم شانتيه الخام في البوله، معلقه كبيره من الباستري كريم، واقول لكم البديل بتاع الباستري، معلقتين كبار من السكر البودر. بصوا بقى التكه دي بتفرق جدا. كوبايه من بيوريه المانجا، ونص كوبايه من الحليب المتلج او الميه. ادي بقى ضربة حلوة كده بالمضرب الكهربائي او العجان، بديل البستري على فكرة. ممكن تضيفي معلقة كبيرة من القشطة او كمان الكريمة اللباني البودر، وممكن بدون، بس الحاجات دي بتدي غناوة للكريمة تحفة. بجانب بيوريه المانجا. قطعت بقى المانجا وادي البيوريه اللي هحشيه في قلب الكنافة. شايفين بقى اللون بتاعها خطير. على فكرة السكر كمان مظبوط قوي. جبت بقى كيس تلاجة وهبدأ اقسم كمية الكريمة، الطريقة دي بتسهل عليا جدا. يلا بقى نسمي بسم الله ونقدمها زي اللي بنشتريها جاهزه من بره واحلى كمان. انا هعملها كلها على بعضها كده في بوله واحده. حابه تقدميها في كوبايات او كاسات زي ما تحبوا، بنفس الترتيب اللي انت شايفاه ده. طبقه كنافه ونساوي، وبعد كده طبقه كريمه، وادي بيوريه المانجا الخطير. ما حلتهوش على فكره، ما ضفتش عليه سكر وانا بضربه لان اوريدي المانجا مسكره جدا. كان سكرها مظبوط، حابين تزودوا او تقللوا زي ما تحبوا. طبعا هو اضافته وسائل كده احلى كتير من انك تضيفي المانجا في قلبها قطع، عشان بيطري الكنافه وبتشرب منه بعد ما بتتساب في التلاجة ساعه واتنين. كله كده بياخد من طعم بعض. هنساوي كده الكريمه وننزل بعصير المانجا. حاولي بس خلي فيه قطع، وعلى طول هنزل باخر شويه من الكنافه. الكميه معايا من الكريمه والكنافه غطت البوله كلها. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ ادي بقى الكريمه الغنيه بتاعتنا اللي كان طعمها ولونها اكتر من رائع. نزلت بقى بالكميه كلها وتوسطي كده، ونساوي الوجه خبطتين تلاتة على رخامة المطبخ. وبعد كده هضيف معلقتين تلاتة من عصير المانجا، برضو ما نزودش عشان ما ينزلش من الجوانب ويبهدل الدنيا. كنت انا مقطعة المانجا الجامدة شوية قطع صغيرة، هبدأ انزل بيها على الوجه. وكلي بقى احلى كنافة بالمانجا. يعني لو عندك ضيوف عملتيها لولادك في مصيف، حبيتي تهدي بيها حد، استحالة بعد ما يدوقوا طعمها وتقدميها بالشكل الجميل ده يصدقوا انك عاملاها في البيت. ادي بقى ملمع الجل، هسيب لكم مقاديره في صندوق الوصف. حبيت بقى ازينها بروزيتات خفيفه من الكريمه، مش اساسي خالص في الوصفه، انا عامله كده بس عشان التقديم. هي مش محتاجه تزيين. شايفين بقى الطبقات والجمال والحلاوه؟ شويه بقى مكسرات، فستق، لوز، عين جمل، المتوفر عندكم. حبيت بقى ازينها وعلى التلاجة على طول. طبعا بتتقدم ساقعه. موسم المانجا يا جماعه استفيدوا منه، موجودة في الأسواق وسعرها جميل قوي. نقدر نعمل منها أحلى تحلية سهلة وسريعة، وزي ما شفتوا كده ما خدتش وقت أبدا، من غير بقى لا فرن ولا غلبة. وادي بقى اللحظة الحاسمة، طلعتها من التلاجة وعلى طبق التقديم على طول. الكنافة بقى طريت، كله كده خد من طعم بعض، تحفة أكتر من رائعة. الحقيقة ما كنتش قادرة أبطل منها أكل. كمان سكرها مظبوط على الشعر. جربوها، متأكدة هتعجبكم. ولو وصلتوا لحد هنا اوعوا تنسونا في خالص الدعاء ولايك وشير لو الفيديو عجبكم، والاشتراك في قناتي على اليوتيوب. مستنية تعليقاتكم اللي بتسعدني، جربوها وابعتولي. استودعكم في امان الله، وباي باي.